يعني اعتدنا في العمل انه انت بتحط خطط واهداف وتضع لها استراتيجيات للوصول، طريق للوصول لكل هدف، وبده ياخذ وقته وعمره الطبيعي. وانا ما كثير بشجع سياسه الوعود انه بعد سنه رح نعمل كذا، بعد سنتين رح يصير معنا كذا، بعد 3 سنين يصير معنا كذا. نحن مطالبين بانه نبذل اقصى جهد عنا ونشتغل فيه على اكمل وجه وباكمل اخلاص، وما في مشكله. الناس حقها تتضايق وتزعل وتعلي صوتها، لكن هذا المفروض ما يغير بشيء من الخطط. انا فيني اشتغل بحاله اسعافيه، وفيني اشتغل بسياسه اطفاء الحريق، بس هذا ما بيخدم الناس. شو ما طلع صوت الناس اليوم مزاجها تحكي على الكهرباء، فبنروح بنعالج مشكله الكهرباء، بننفق الاموال الموجوده على الكهرباء وخلص بنقول سكتنا الناس. بعد شهرين الناس راح تقول لك اخي تعالج المشكله. طب المشكله الثانيه شو بدك تعالجها؟ والرابعه والخامسه والعاشره والمليون والكذا. فهي سلسله كثير كبيره يعني. ممكن الناس تكون مبسوطه على شيء بس هو بضرها، تمام؟ مبسوطه على حدث صار معين، لا هي. فهذا سياسه اطفاء الحريق تستنزفنا، ما بتعمل معنا علاج شامل لمشاكلنا الاقتصاديه المتراكمه. بنصير نحن فقط شو عم يطلبوا الناس اليوم؟ يلا يا جماعه تفضلوا خلينا نروح نعالج المشكله لانه علي صوت الناس فيها. فهي بصراحه مو سياسه دوله. تكون دوله عندها قواعد ونظم علميه بتشتغل فيها على وفق اسس معينه، وضمن معروف قديش امكانيات الدوله، معروف قديش ايراداتها، معروف قديش شلون بدها تشتغل فيها تدريجيا. وتلبيه حاجه الناس دفعه واحده بكل شيء بيحتاجوه دفعه واحده خلال سنه واحده، بقول شغله كثير مستحيل. اي حدا بيوعد فيها بقول هذا كذاب، مو صح كلامه، شغله مستحيله يعني. فليش؟ لانه انت يا بدك، حتى اذا اجى حدا وجاب لك مثلا 200 300 مليار دولار وحطهم عندك بالبنك، فبس دراسات وشغل، هذا اذا توفرت